السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترتنا دكاترة أولى ثانوي، ازيكم يا دكاترة؟ إن شاء الله احنا النهارده هنعمل ريفيجن سريعة كده على الليسون نمبر 1 في المنهج اللي هو يا دكتور كان بيتكلم عن الكربوهيدرات. فورقتك وقلمك كده يا دكتور، احنا المفروض الحمد لله ذاكرنا كويس جدا الليسون، هضمنا كل الأسئلة اللي كانت موجودة عليه في الكتاب بتاعنا، كانت تشوز أو إيساي. فالنهارده بس احنا عايزين نحط المين بوينت اللي إيه يعتبر سمري للليسون. بسم الله الرحمن الرحيم، ورقتك وقلمك يا دكتور في إيدك ويلا نبدأ مع بعض. طبعا يا شباب احنا اول حاجه اتكلمنا عنها كانت الكربوهيدرات. صلي بينا على النبي وبالله عليك مركز كويس جدا بقى وانت بتراجع معايا كده المين بوينت اللي انت ذاكرتها. اتفقنا يا شباب ان الكربوهيدرات دي من عيله الاورجانيك مولكيولز. طالما اورجانيك يا دكتور هتقول لي يعني عندها كربون وهيدروجين اساسي في الاستراكشر بتاعها. قلنا كمان معاها ان اديشن ويز اوكسجين، وكانت الريشيو 1 to 2 to 1. اتفقنا يا دكتور مع حضرتك اكزامبل على كده. لو انا قلت لك سي 3 يبقى الاتش هتقول لي ب 6 والاو ب 3، لان الريشيو كانت كام؟ كانت 1 to 2 to 1. ده كلام محترم جدا. طب دلوقتي انا الكربوهيدرات عايز اعرف ايه هو المونيمر بتاعها. قال لك يا دكتور المونيمر للكربوهيدرات حاجه اسمها مونو سكرايد. كلام محترم. قال لك يا دكتور المونوسكرايد دلوقتي لما نيجي نعمل له لينك توجذر تو فورم بوليسكرايد او تو فورم كربوهيدرات، قال لك العمليه دي يا دكتور كانت تسمى بوليمرايزيشن. حلو الكلام. طيب بعد ما خدنا يا دكتور الاستراكشر بتاع الكربوهيدرات وعرفنا المونيمر بتاعها مونوسكرايد وكان فيها كربون وهيدروجين واكسجين باي ريشيو 1 to 2 to 1، جينا بعد كده يا دكتور عرفنا العمليه كان اسمها ايه؟ كان اسمها بوليمرايزيشن بروسيس. كلام محترم جدا. عايزين دلوقتي نعمل حاجه اسمها كلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. ركز بالله عليك، كلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات. دكتور احنا قسمناهم عيلتين كبار، ركز بقى كده احنا بنلخص الدنيا. قال لك يا دكتور عيله كان اسمها سيمبل شوجر، عيله ثانيه يا دكتور كان اسمها كومبلكس شوجر. كلام حلو جدا. قال لك يا دكتور السيمبل شوجر، العيله اللي معانا بتاعت السيمبل شوجر يا دكتور هنقسمهم عيلتين تانيين. عيله اسمها مونو سكرايد، عيله تانيه اسمها داي سكرايد. طب كلام محترم جدا. قال لك يا دكتور دلوقتي المونوسكرايد لما نيجي نتكلم عنها هتقول لي ايه الاستراكشر بتاعها؟ هتقول لي ان عدد الكربون فيها يا دكتور كان من كام لكام؟ من 3 ل 6. ده المنهج. افهم من كده ان عدد الهيدروجين هتقول لي يا دكتور من 6 ل 12. طب عدد الاكسجين هتقول لي يا دكتور برده من 3 ل 6، لان الريشيو بينهم كانت 1 to 2 to 1. كلام محترم جدا. طيب عايز افهم دلوقتي يا دكتور ايه هو الاكزامبل على المونوسكرايد. قال لك اول حاجه كانت الجلوكوز، تاني حاجه يا دكتور موجوده عندك كانت الجلاكتوز، عندك يا دكتور الفركتوز، اخر حاجه عند حضرتك كانت مين؟ كانت الريبوز. اتفقنا يا شباب ان العيله الكبيره دي كلها اللي هم الثلاثه دول جلوكوز وجلاكتوز والفركتوز دي يسمى هيكسوز شوجر، يعني عندهم C6H12O6. هنيجي بعد كده يا دكتور قلنا ساعتها ان الريبوز كان بنتوز شوجر، وده يا دكتور كان عنده 5 كربون اتوم، يعني نيجي نقول لك C5H10O5. طيب الجلوكوز ده طبعا يا شباب لو حضرتك طبعا فاكر ده كان موجود فين؟ ده كان موجود في الجريب شوجر اللي هو سكر العنب. طيب الجلاكتوز قال لك يا دكتور ده كان انتر ان ستراكشر اوف ميلك شوجر، كان داخل في تركيب سكر اللبن، بس اوعى تقول لي ان الجلاكتوز ده سكر اللبن. جينا بعد كده يا شباب قلنا ايه الفركتوز. طبعا الفركتوز ده هتقول لي ان هو الفروت شوجر. هنيجي بعد كده قلنا الريبوز ده بنتوز شوجر، كان داخل في تركيب النيوكليك اسيد RNA. طبعا دي احنا هنتكلم فيها بالتفصيل الممل لما نيجي يا دكتور في فوق الليسون نمبر 4 اللي موجود عن الاورجانيك مولكيولز. طيب اتفقنا ان عيله المونوسكرايد يا شباب العيله دي كلها مالها؟ هتقول ان هي consists of 1 monomer only. يبقى المونوسكرايد دي بتتكون من ايه؟ من 1 monomer only. طب تعالى في الدايسكرايد هتقول لي يا دكتور ان هي consists of 2 monomers. طيب عايزين اكزامبل يا شباب عليها. الاكزامبل طبعا الاول كان حاجه اسمها ايه؟ سكروز، لاكتوز. طب عندك مين تاني يا دكتور؟ هتقول لي مالتوز. كلام محترم جدا. طيب عايز يا دكتور اعرف دلوقتي هو السكروز ده الاقيه فين؟
قال لك السكروز ده كلنا عارفين ان هو كان مين؟ كان الكين شوجر، سكر الاصل. طب لما نيجي في اللاكتوز اتفقنا ان اللاكتوز ده كان الميلك شوجر. طب والمالتوز؟ قال لك المالتوز يا دكتور ده المالت شوجر اللي هو سكر الشعير. حلو الكلام. طب كل واحد من دول اتفقت بيكون من كام مونيمر؟ هتقول لي يا دكتور 2 مونيمرز، كلام محترم جدا. افهم من كده ان السكروز مين المونيمر بتوعه؟ صلي بينا على النبي. قال لك يا دكتور دلوقتي المونيمرز للسكروز حاجه اسمها جلوكوز بلس فركتوز. اهو بص كده، جبنا الجلوكوز مع الفركتوز بقى مين الناتج؟ سكروز. طيب لما نيجي في اللاكتوز قال لك يا دكتور جبنا الجلوكوز ربطناه مع مين؟ مع الجلاكتوز. الجلوكوز مع الجلاكتوز هيكون اللاكتوز، وده يا دكتور الميلك شوجر. لذلك لما جينا شرحنا يا شباب الجلاكتوز وقلت لك كان هو ماله؟ هيكسوز شوجر، كان انترنت ستراكشر اوف ميلك شوجر، داخل في تركيب سكر اللبن. طب هنا يا دكتور باجي اتكلم عن المالتوز، ايه تركيبه؟ هتقول لي بيتكون من كالاتي: جلوكوز بلس الجلوكوز، بيتكون من 2 جلوكوز. طيب دي كانت عيله مين؟ عيله الدايسكرايد. لعبه لعبناها مع حضرتك بمناسبه الكلام ده، واتفقنا يا دكتور مع معلومه مهمه جدا، ان عشان اعمل لينك لاي 2 مونيمرز لازم الكلام ده كله يا دكتور اوكيرز باي ريموفال اوف ووتر. عشان اعمل ربط لاي 2 مونيمر لازم الكلام ده يحصل بايه؟ بريموفال للووتر. جبنا لعبنا برضو عملنا كده، ادي مونيمر وادي مونيمر يربطوا مع بعض، فانت عارف ان مين يا دكتور يخرج؟ هتقول لي ووتر مولكيول. طب هنا المونيمر ده وليكن جلوكوز C6H12O6، المونيمر الثاني جلوكوز C6H12O6. دكتور 2 جلوكوز لو ربطوا مع بعض هيكون مين؟ قال لك هيكون مالتوز. فاجي اقول لحضرتك ايه هي الكيميكال فورمولا اوف مالتوز؟ فيجي لي واحد يقول لي بمنتهى البساطه هو يا دكتور مش بيتكون من 2 جلوكوز؟ هقول لك ايوه صح. يقول لي جمع 6 و6، هتقول لي سي كام؟ 12. طب 12 و12 هتقول لي اتش كام؟ 24. طب الاو 6 و6 هتقول لي برده كام؟ هتقول لي يا دكتور برده 12. يبقى دي الكيميكال فورمولا لمين؟ للمالتوز. اقول لحضرتك كلامك غلط. ليه؟ لان انت عارف ان لو ربطت اي 2 مونيمر لازم اوكيرز باي ريموفال اوف ووتر، لازم ميه تطلع. وبناء على كده عشان تربط دول واكون كيميكال فورمولا جديده لازم نشيل الميه. فين الميه يا دكتور؟ واحده واحده. هي الميه فيها كربون؟ لا، يبقى سي 12. طب الاتش، هي الميه فيها هيدروجين؟ هنا هتشيل كام اتش؟ هتشيل 2. هما كانوا كام؟ 24، يبقى الناتج 22. طب الاو هو كانوا 12 يا دكتور، شلت واحده او بقى الناتج 11. يبقى دي يا دكتور الكيميكال فورمولا اوف مالتوز. مهم جدا الحته دي. نرخم يا دكتور بسؤال تاني، يبقى عشان تبقى فاهم انا جبت الاول 2 مونيمر طلع يا دكتور واحده ميه. طب ايه رايك لو جبت 3 مونيمر؟ من وجهه نظرك كده هيعمل ريموف لكام ووتر مولكيول؟ هتقول لي هنا هيطلع واحده ووتر مولكيول وهنا هيطلع واحده ووتر مولكيول. طيب لو جبنا 4 مونيمر هيعمل ريموف لكام ووتر مولكيولز؟ هتقول لي هنا يا دكتور هيعمل ريموف لواحده. ما هو ربط اي 2 مونيمر لازم يطلع ميه، ادي مونيمر ومونيمر ميه طلعت. طب ادي مونيمر ومونيمر ربطوا، يبقى هنا يا دكتور هيعمل ريموف للميه، وهنا نفس الكلام هيعمل ريموف ل1 ووتر مولكيول. طب استاذن حضرتك دول كده 4 مونيمر طلعوا 3 ميه، ايه رايك لو انا قلت لك ان كل واحد منهم يعتبر جلوكوز؟ يعني C6H12O6 C6H12O6 وهنا نفس الكلام C6H12O6 وهنا C6H12O6. عايز احسب يا دكتور كده في الاربعه اللي قدامك دول الكيميكال فورمولا للمركب الناتج. هتقول لي واحده واحده. 6 و6 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 كلهم على بعض يطلعوا كام؟ هتقول لي يا دكتور ب 24. طب الاتش هتقول لي 12 باي 4 هيطلع ب 48. طب والاو برضه ب 24. الكلام ده يا دكتور مش مظبوط. ليه؟ لان انا حسبت الحسبه بتاعت الاساسيه من غير ما نعمل ريموفال للووتر. طب ما تيجي دلوقتي نعمل ريموفال للميه، صلي على النبي. احنا دلوقتي عندنا كام ووتر مولكيول؟ عندنا 3. ال3 ووتر مولكيول دول فيهم كام اتش وفيهم كام او؟ بمنتهى البساطه هتقول لي يا دكتور ادي هنا في 2 وهنا 2 اتش وهنا 2 اتش، يبقى كلهم كام اتش؟ هتقول لي ب 6.
طب تعالى في الاو، ادي 1 او وادي الثانيه وادي الثالثه، يبقى تعمل كمان ريموفال ل 3 اكسجين مولكيول. فهنا هنيجي نعمل حاجه حلوه، نقص لي بقى دول من التركيب اللي انت جبته. هي الميه فيها كربون؟ لا، يبقى سي 24 زي ما هي. طب الاتش انت هتشيل كام اتش؟ 6، هم كانوا كام؟ 48، يبقى الناتج 42. طب الاو هم دول كام؟ 24، هتشيل منهم كام؟ 3، يبقى الناتج 21. يبقى دي الكيميكال فورمولا للكومباوند الناتج. يبقى اتفقنا في نقطه مهمه جدا يا دكاتره، ان لو هربط اي 2 مونيمر مع بعض لازم اوكير باي ريموفال فوتون. يعني الرياكشن اسمه كوندنسيشن او ديهايدريشن. مهم جدا النقطه دي، عشان عقبال ما اخلص الجزء بتاع الاورجانيك مولكيولز بالكامل لازم يا دكتور تكون متاكد ان ربط اي مونيمر بيعمل ريموفال للميه. عشان لما اجي اقول لحضرتك الليسون الجاي هناخد المونيمر للليبيد، هاجي اقول لك هربط المونيمرز يا دكتور مع بعض، لازم الرياكشن يطلع ايه؟ تقول لي يطلع ووتر. ربط اي مونيمر لازم يعمل ريموفال للووتر. طيب افهم من كده يا دكتور، لو جيت قلت لك عايز قانون احسب من خلاله النمبر اوف ريزلتد ووتر، عايز احسب عدد الميه اللي طلعت، هتقول لي بمنتهى البساطه هم دول كانوا كام مونيمر؟ 2، طلعوا كام ووتر؟ 1، يبقى 2 مونيمر طلعوا 1 ووتر. كم؟ دول كانوا كام مونيمر؟ 3، طلعوا كام ووتر؟ 2. طب دول كانوا كام مونيمر؟ هتقول لي يا دكتور 4، طلعوا كام ووتر؟ 3. افهم من كده لو قلت لك احسب لي عدد الميه، هتقول لي بمنتهى البساطه هي النمبر اوف مونيمر ماينس 1. يبقى نكتب كده القانون الاول، النمبر اوف مونيمرز ماينس ايه؟ ماينس 1. او نقول لحضرتك ان النمبر اوف ووتر ايكوال النمبر اوف داي ساكرايد. مش فاهم؟ اجي اقول لحضرتك كده انت هتعمل بنت هتربط كام؟ 5 جلوكوز. دول لما تربطهم مع بعض هينتج كام ميه؟ وعشان نعمل 2 فورم 5 مالتوز، ده يا دكتور هينتج كام ميه؟ هتقول لي بمنتهى البساطه انا مذاكر طبعا، انا هربط كام جلوكوز؟ 5، ينتج كام ووتر؟ دكتور هو الجلوكوز ده مونيمر؟ لان المونيمر كان مين؟ جلوكوز، جلاكتوز، فركتوز، ده مونيمر. فتقول لحضرتك انا هربط 5 مونيمر، يطلع كام ووتر؟ هتقول لي القاعده اللي انا مذاكرها ان العدد الووتر ايكوال النمبر اوف مونيمر ماينس 1. المونيمر 5 يبقى الميه 4. طب كم؟ انا عايز اكون 5 مالتوز، ينتج كام ميه؟ دكتور لو حضرتك بتفهم، هو المالتوز عباره عن كام جلوكوز؟ هتقول لي جلوكوز مع جلوكوز. حلو الكلام. طب عشان اربط الجلوكوز ده مع الجلوكوز ده لازم هينتج واحده ميه. كلام محترم. يبقى عشان اكون 1 مالتوز لازم هنكون كام ميه؟ هنعمل ريموفال ل 1 ووتر مولكيول. يبقى المالتوز الواحد عشان نكونه هينتج 1 ووتر مولكيول. طب لو 5 مالتوز هتقول لي 5 ووتر مولكيول. طب خد المفاجاه اللي بتلخبط يا دكتور، هو المالتوز ده يا دكتور مونوساكرايد ولا دايساكرايد؟ هتقول لي يا دكتور المالتوز انا مذاكر دايساكرايد، وانا لسه قايل لحضرتك ان عدد الميه ايكوال النمبر اوف مونيمر ماينس 1 او ايكوال النمبر اوف دايساكرايد. فتقول لي يا دكتور هنا مش المالتوز دايساكرايد؟ دول كانوا كام؟ 5، يبقى الناتج 5. النقطه دي مهمه جدا 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 يا دكاتره. طيب نيجي نتكلم في عيله ثانيه او قبل العيله الثانيه نقطه مهمه برضو، ايه هو الرول اوف مونو ساكرايد في البروديوسنج انرجي. ركز بقى معايا، النقطه دي مهمه جدا جدا جدا. يقول لحضرتك صلي بينا على النبي كده، احنا دلوقتي يا شباب عشان ننتج انرجي وليكن حضرتك كلت جلوكوز. كلت ايه؟ جلوكوز. حلو الكلام. اقول لحضرتك في تركيب جوه السيلز عندك بالمنظر ده كده، هناخد الاستراكشر بتاعه بالتفصيل الممل في يونت 2 لما نيجي نتكلم في السيل الترا ستراكشر. هقول لحضرتك التركيب ده جوه السيل اسمه ميتوكوندريا. اسمه ايه؟ ميتوكوندريا. احنا بنعمل ريفيجن سريعه على اللي انت ذاكرته كله عشان بس تبقى مرتب الدرس في دماغك. قال لك يا دكتور في حاجه اسمها ايه؟ ميتوكوندريا. دي فين؟ جوه اي ليفنج سيل. فهنا دلوقتي احنا كلنا جلوكوز وليكن كلنا عنب، عارفين طبعا الجريب شوجر ده اللي هو كان مين؟ جلوكوز. قال لك يا دكتور كلت جلوكوز، اللي يحصل كالاتي، صلي بينا على النبي ومركز كويس جدا معايا. قال لك دلوقتي الجلوكوز
يجري يخش في الميتوكوندريا، يحصل له عمليه اسمها اوكسيديشن. اسمها ايه؟ اوكسيديشن. يعني كلمه اوكسيديشن عشان نسيت معلش، حضرتك الجلوكوز كان عنده كام كربون؟ 6 كربون اهم. كلمه اوكسيديشن للجلوكوز بص كده، يعني هكسر البوند بتوين الكربون اتوم وهعمل ريليز للانرجي. فايه معنى كلمه اوكسيديشن للجلوكوز؟ هتقول لي بريك داون للبوند بتوين الكربون اتوم اند انرجي ريليزد. هكسر البوند اللي بتوين الكربون اتوم وينتج ايه يا دكتور؟ هيطلع انرجي. يبقى لما اقول لحضرتك هعمل اوكسيديشن للجلوكوز جوه الميتوكوندريا، قلت لي بمنتهى البساطه الجلوكوز هيخش في الميتوكوندريا هيكسر البوند اللي بتوين الكربون اتوم وبعدين الانرجي يا دكتور المتخزنه تطلع. دي معنى كلمه اوكسيديشن للجلوكوز. طيب يبقى انت دلوقتي دخلت الجلوكوز جوه الميتوكوندريا حصل له اوكسيديشن. قال لك يا دكتور طب بعد اذن حضرتك عايزين افهم انت لما عملت كده مين طلع؟ تقول لي عامل ريليز للانرجي. كلام محترم جدا جدا جدا. طب احنا دلوقتي يا شباب عايزين ننتج الانرجي بقى. اقول لحضرتك دلوقتي جسمك طلع انرجي، اللهم لك الحمد، جلوكوز دخل في الميتوكوندريا حصل له اوكسيديشن هيعمل ريليز انرجي. طيب انا دلوقتي هل جسمك عرف ان في حاجه اسمها انرجي؟ اقول لحضرتك للاسف لا. ليه يا شباب؟ صلي بينا على النبي. كل حاجه في الدنيا ليها عمله، وجسمك في الانرجي ليه برضه عمله بيتعامل من خلالها. ايه العمله دي يا دكتور؟ صلي بينا على النبي. اقول لحضرتك ان جوه الميتوكوندريا في حاجه اسمها ADP. اسمها ايه؟ ADP ادينوزين داي فوسفيت. قال لك يا دكتور اول ما جسمك يكون ايه؟ انرجي، هيبعت ينادي على حاجه اسمها فوسفيت جروب. حاجه اسمها ايه؟ فوسفيت جروب. والفوسفيت جروب دي يا شباب بمساعده الانرجي اللي تم تكوينها الاي دي بي هيربط مع الايه الفوسفيت جروب ويكون حاجه اسمها اي تي بي، ودي الكرنسي اوف انرجي انسايد سيل. دي عمله الطاقه في جسمك. يبقى دلوقتي تاني سريعا كده الانرجي جت ازاي؟ كلت جلوكوز دخل الميتوكوندريا حصل له اوكسيديشن. هو يعني ايه اوكسيديشن؟ كسرت البوند بتوين الكربون اتوم اند انرجي ريليزد. كده انت جسمك كون ايه؟ انرجي. للاسف دي مش العمله. طب ايه عمله الطاقه يا دكتور؟ قال لك الانرجي دي عايزينها دلوقتي. اللي هيحصل جوه الميتوكوندريا في حاجه اسمها ADP ادينوزين داي فوسفيت، عنده 2 فوسفيت جروب. اول ما يسمع ان جسمك جاب انرجي هيبعت ينادي على مين؟ فوسفيت جروب. هيكون ايه يا دكتور؟ هيكون حاجه اسمها ATP ادينوزين تراي فوسفيت، بقى عنده 3 فوسفيت جروب. ده عشان يتكون بيكون بمساعده ايه؟ الانرجي يا دكتور اللي تم تكوينها. طب ده كلام محترم جدا جدا جدا. لو حضرتك برضو فاكر ومذاكر معانا، جينا قلنا لحضرتك ان في حاجه اسمها ستارش وحاجه اسمها جلايكوجين. طبعا الستارش والجلايكوجين ده كان من عيله البوليساكرايد اللي هي عيله الكومبلكس شوجر. دول كانوا بيتكونوا من حاجه اسمها لونج تشين اوف جلوكوز. مين هو يا شباب الستارش؟ ده كان ستورد انرجي ان بلانت. طب والجلايكوجين كان ستورد انرجي ان انيمال اند هيومن، وكان بيتخزن يا دكتور فين؟ في الليفر وفي المصل. كلام محترم جدا جدا جدا. دكتور دلوقتي احنا عندنا جلايكوجين محتاج اطلع منه انرجي. لازم تقول لي ان الجلايكوجين لازم يحصل له بريك داون، يتكسر ويصل لمين؟ يتحول لجلوكوز. والجلوكوز يخش في الميتوكوندريا يحصل له اوكسيديشن ويعيش الليله بتاعته. طب دكتور انا عندي ستارش عايز اجيب من الستارش ATP. ممنوع تقول لي ان الستارش يخش في الميتوكوندريا يحصل له اوكسيديشن، غلط. مين اللي لازم يخش في الميتوكوندريا؟ جلوكوز. يبقى لازم تقول لي هو الستارش بيتكون من ايه؟ لونج تشين اوف جلوكوز. يبقى عشان اجيب الانرجي من الستارش خلاص يا دكتور كسر التشين الكبيره من الجلوكوز خليها جلوكوز. يبقى اول حاجه احول الستارش احوله لمين؟ جلوكوز. والجلوكوز يخش في الميتوكوندريا يحصل له اوكسيديشن ويطلع ATP. مهم جدا الجزء ده يا شباب. ختمنا عيله البوليساكرايد او الكومبلكس شوجر بحاجه اسمها يا شباب بحاجه اسمها سيلولوز. والسيلولوز ده كان ماله؟ ده يا دكتور كان المكون للبلان سيل وول، وقلنا عليه ساعتها ان هو ستراكشرال كربوهيدرات، يعني كربوهيدرات تركيبي، لان كان داخل في تركيب مين؟ هو اصلا اللي بيكون مين؟ البلانت سيل وول.
انما لما جينا اتكلمنا عن الستارش والجلايكوجين قلنا يا دكتور الاثنين دول مالهم؟ دول اتقال عليهم ستورج كربوهيدرات، يعني كربوهيدرات تخزيني، لان الستارش بيخزن الانرجي في البلانت والجلايكوجين بيخزن الانرجي فين؟ في الانيمال والهيومن. فين يا دكتور؟ في الليفر وفي المصل. طيب جينا بعد كده اتكلمنا عن الامبورتنس اوف كربوهيدرات، ودي كانت اخر حاجه في الليسون. ايه اهميه الكربوهيدرات؟ قلنا اوبتيننج انرجي. كربوهيدرات قلنا مين اند فاستست سورس فور بروديوسنج انرجي، يعني اهم واسرع حاجه تدي لك انرجي. جينا اتكلمنا بعد كده يا شباب قلنا ان الكربوهيدرات ممكن تخزن الانرجي، تعمل لها ستور انرجي. فين يا دكتور الستور انرجي؟ قلنا زي الجلايكوجين اللي كان مخزن الانرجي في الليفر والمصل، وقلنا زي الستارش اللي كان مخزن الانرجي فين؟ في البلانت. وقلنا برضو الكربوهيدرات ممكن تعمل حاجه اسمها بيلدنج سيل، عباره عن ايه او فين البناء بتاع الخلايا؟ قال لك يا دكتور لان السليلوز داخل في تركيب البلانت سيل وول. ختمنا بقى خالص الليسون ده عشان يبقى قلنا كل حاجه. قلنا احنا بنكشف عن السمبل شوجر بماده اسمها بندكتري ايجنت لونها بلو. لو حضرتك عندك سمبل شوجر تتحول لايه؟ لاورنج. لازم عشان اعمل التجربه دي استخدم مين؟ ووتر باس، حمام ميه. وقلنا بكشف عن الستارش بماده اسمها ايودين سوليوشن كان لونه اورنج. حضرتك لو عندك ستارش لون الايودين الاورنج ده هيتحول للون الايه؟ للون البلو. بكده يا دكاتره نقدر نقول لكم احنا عملنا ريفيجن سريع على ليسون 1 بالكامل في منهج اللي هو الكربوهيدرات. عملناها امتى؟ بعد يا دكتور انت ما ذاكرت، حليت الهوم ورك بتاعك، قلنا بس نرتب معلوماتك تاني. ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ولازم تكونوا عاليين الهمه، مش عايزين اي احباط. برضه نقطه مهمه نتكلم فيها يا شباب، الناس فاكره ان احنا لما نيجي نعمل كويز ولا حاجه لازم يا دكتور اجيب الفول مارك. الفول مارك يا شباب قصه تخيليه انتهت بدخولك ثانويه عامه. دخلت ثانويه عامه يعني يا دكتور بيجي لك في الامتحان المفروض اسئله عمرك ما شفتها في حياتك. وما انا المفروض بعمل ايه يا دكتور خلال المرحله الدراسيه بتاعتي؟ بتدرب على حل اي سؤال. هدفنا كله يا شباب ان احنا نتدرب ازاي نحل سؤال، مش ان احنا السؤال ده اجابته بي، بكره هتروح اللجنه هتلاقيه جاوبه بي. ده مفيش في الثانويه العامه كده. طبيعي جدا ان انا انقص في الاسئله، عادي جدا. يعني افهم من كده يا دكتور لو انا جبت درجه وحشه في الاسئله او لو ما عرفتش احل سؤال ده معناه ان انا ما ذاكرتش؟ لا طبعا، انت يا دكتور ذاكرت. مشكلتك كلها ان انت ما عرفتش تفكر صح في حل السؤال. هدفنا كله نخلي حضرتك تفكر صح. يعني طبيعي يا دكتور جدا لما تجيب حضرتك مثلا 7 من 10، عارف ده معناه ايه؟ ان انت جاوبت 7 اسئله جداد من اصل 10 اسئله جداد عليك. يعني انت عرفت يا دكتور تفكر في حل الاسئله، وده على فكره مستوى حلو جدا. افرحش ان انا اجيب لك اسئله انت شفتها قبل كده وجاوبتها، ما انت هتجيب يا ابني الفول مارك، ودي مش ثانويه عامه. ثانويه عامه محتاجه يا دكتور ان انت السؤال يجي لك تتعلم ازاي تفكر. لذلك انا بقول لحضرتك انت داخل اللجنه ايه؟ تفكر مش تفتكر. انا داخل اللجنه افكر في حل الاسئله، لان المفروض الاسئله اول مره تجيلك. انا بالذات ببني مع اولى وثانيه كده عشان ثالثه ثانوي كده. ثالثه ثانوي ما فيش سؤال يجي لك شفته قبل كده، فلازم بتتدرب على حل يا دكتور اسئله جديده في اللجنه انت يا دكتور ما شفتهاش قبل كده. وده هدفنا في السنه. اولياء الامور يا ريت تساعدنا في ايه؟ ان انت مش اول ما ابنك يجيب لك 5 من 10 تقول له ده انت فاشل. طبيعي يا دكتور اول حاجه احنا كالوضعين الامتحان انا بشوف والله الامتحان ده يا دكتور سهل، اللي ينقص عن كذا لا يبقى ده مقصر، احنا بنعمل كده. طب الامتحان ده صعب، اللي يجيب فيه كذا يبقى ده مجتهد، احنا بنعمل كده في وضع الامتحانات بتاعتنا. فبس الناس واحده واحده معانا. طبيعي جدا اول كويز يا دكتور يجي مع حضرتك طبيعي ممكن تجيب درجه وحشه، بس احنا طبعا كل كويز هنقوله الكويز ده سهل عايزين فيه درجات حلوه، الكويز ده يا دكتور صعب لو جبت فيه كذا يبقى انت كويس. يعني احنا بنقيم الامتحانات بتاعتنا عشان برضو حضرتك ما تستهبلش فيها وتقول ما هو كده كده مش هعرف احل. معايا؟ ربنا معاكم ان شاء الله يا شباب، ولازم يا دكتور تكون عالي الهمه عشان مش هنقبل بغير القمه. اشوفكم على خير ان شاء الله يا دكاتره.